الناس اللي بتشتكي للنهار من صعوبة المعيشة وغلاء الأسعار هم نفسهم الناس اللي بيدوا لعيالهم فلوس عشان ينزلوا يجيبوا صواريخ يفرحوا. أنا امبارح شفت أطفال وشكلهم مش مستوى اجتماعي عالي، يعني هو شكلهم أطفال من هم تحت الطبقة المتوسطة، قاعدين بيفرقعوا صواريخ لمدة ساعة أو ساعتين. كمية الصواريخ اللي بيفرقعوها دي لو قدرناها بفلوس أعتقد 200-300 جنيه. جابوا الفلوس دي منين؟ الفلوس دي بتفرقع، يعني تمسك فلوس كأنك بتولع فيه. الصواريخ والألعاب النارية اللي هم بيجيبوها في رمضان دي اللي بتأذي الناس وبتأذي العواجيز اللي نايمين وبتأذي الناس التعبانين وبتأذي الناس اللي ماشية في الشارع، وريحة الصواريخ والناس اللي عندها حساسية والريحة بتكون صعبة جدا تحت البرود. الناس دي بتشتكي إن المعيشة غالية ومش قادرين يعيشوا، ظروفهم صعبة ويبدأوا الفقر، لكن هم في الحقيقة بيدوا فلوس لعيالهم عشان ينزلوا يشتروا الألعاب النارية والصواريخ دي يا جماعة. هل تعتقد إنك ممكن تدي لابنك فلوس عشان يجيب حاجة بتفرقع؟ يعني معلش لو الصاروخ ب5 جنيه النهاردة، صاروخ واحد ب5 جنيه وابنك ولع فيه ورماه، ادي 5 جنيه فرقعت. في ظل ان في ناس محتاجة الفلوس دي، انت نفسك ممكن تكون محتاجها. فرجوك ما تشتكيش تاني بقى، يعني وتمثل بقى انك فقير وغلبان ومش لاقي تاكل وانت قاعد بتدي لعيالك فلوس عشان يجيبوا حاجات يفرقعوها في الهواء. واكتر الناس دي والله العظيم اكتر الناس دي هم الناس اللي هم تشوفهم فعلا تحس ان هم مستوى قليل جدا، مش مفيش اصلا معاهم فلوس بس بيدوا فلوس تعينهم عشان يفرقعوا صواريخ. هل دي الفرحة يعني؟ انت كده حسيت برمضان؟